اهلا وسهلا بكم مشاهدينا بحلقه جديده من برنامج دوت اي كيو على السومريه. اليوم هم راح احكي لكم معلومات جدا مفيده. جوجل كروم. اليوم حلقتنا عن البراوزر او المتصفح كروم من جوجل. الكروم موجود باكثر من 50 لغه ومن ضمنها اللغه العربيه، ونقدر نستخدم الكروم على الايفون وعلى الاندرويد وعلى الماك وعلى الويندوز وايضا على لينكس. مشاهدينا وهسه راح اشوفكم كم شغله انا احلها ببراوزر الكروم. كروم سينك. الكروم سينك يحفظ لنا كل معلوماتنا حتى لو فتحنا من كمبيوتر جديد او من لابتوب جديد. مجرد ما نحط اليوزر نيم والباسورد مالتنا راح تنزل كل معلوماتنا، كل البوك ماركس مالتنا، كل شيء فاتحين قبل راح نلقاه باي لابتوب او اي كمبيوتر نفتحه. مجرد نحط اليوزر نيم والباسورد مالتنا. هذا هو الحلو بالكروم سينك. همين الحلو بالكروم انه احنا بالخانه اللي موجوده لي فوق اللي نحط فيها موقع الانترنت اللي نريده نقدر نحط فيها الجمله او الكلمه اللي نريد نسوي بحث عنها بلا ما نفوت نحط جوجل ونرجع نفوت على مكان السيرش او البحث ونحط الفشيل اللي نريده. راسا اول ما نفتح الصفحه ولي فوق نحط الكلمه اللي نريدها وراح يوصل لنا اياها ويعطينا النتائج اللي نريدها. مثل ما كنا نعرف بشركة الابل اكو اب ستور، وهمين بالاندرويد همين عندهم ستور نقدر ننزل ابلكيشن. بالجوجل كروم همين اكو ويب ستور، هذا نفوت بيه نلقى عشرات الالاف من الابلكيشنز اللي ممكن نستخدمهم سواء العاب او طقس او هواي شغلات ثانيه ابلكيشنز ممكن نستخدمهم بالجوجل كروم. وهمنا بالكروم ويب ستور نقدر نلقى الثيم اللي احنا نحبه ونغير شكل الصفحه مالتنا. يعني مثلا اذا كنتوا انتم شاطرين بالكمبيوتر تقدرون تسوون صفحه بها علم العراق او اي شيء اخر انتم تحبوه او كلش يهمكم حتى يكون هو خلفيه صفحتكم دائما لما تفتحون انترنت. وبالكروم اذا فاتحه كذا صفحه اني جيت سديتهم اكو اوبشن اسويه انه اني لما افتح اللابتوب مره ثانيه افتح الكروم راح ترجع لي كل الصفحات اللي كنت فاتحتها سابقا. مشاهدينا اتمنى تكونوا استفادتوا من هاي الحلقه عن جوجل كروم. كونوا بانتظاري وخلي عنكم فقط على السومريه كل يوم. باي.